اي طيب على عافية، كيف حالكم؟ الكل شايفني؟ تخيلوني بس إذا بنزعل عنوني. أول شيء يا بي يعني أنا جدا سعيد، وأنا سعيد إني أنا موجود بين هذا الكم الهائل من المربيات. هاي مرة سأل واحد زيي، دائما بروح على عروض من هالشكل، قالوا له أنت شو بتسوي بين النساء، بين الزهرات الحلوات؟ قلت لهم أنا زبل طبيعي. أنا بلشت بحالي. دائما بيسألوا المربيات ومركزات الطفولة المبكرة. عندي أخت بتعلم كمان، بيسألوها قالوا لها شو بتعلم؟ قالت رنجاني نديم. قالوا لها كأنه معكيش بقرود، بتغدريش للكبار بترمرجلي على الصغار. إذا دائما مين أكثر ناس حساسين؟ اللي معلمين الصغار. إذا إحنا دائما بتعرف مش مرة صدقتوا إيه بتيجي بتقول لكم أشو رزالين واقفين على الدخل على رزالين، تعالوا قاعد وقفي حد هون وقفي نص ساعة كمان. طيب وأنا مرة صدقتوا إيه بتيجي مثلا بتقول لكم أنا ابني بيعرف 10 كلمات باللغة الإنجليزية، أنا فيش أشطر منه ابني. ما تسألوا أمهات دائما بيجوا أنا ابني سبحان اللي خلقه بيعرف كل أصوات الحيوانات. يلا يا حبيبي سمعني معلمي كيف الكلب بيعمل ما. لا هو امبارح مسكين كان في عنده حم. طب يما حبيبي يلا لكان شو يعني ولد بالإنجليزي؟ بوي وبنت بويا. دائما مين اولادنا اكثر بيعرف؟ طب يما يلا حبيبي، لا هو مش مركز، عدلها بالانجليزي. ما بتذكريني ايش واحد بالانجليزي؟ 1 2 3 ونات 4 ونات 5 ونات 6 ونات. دائما اولادنا فيش اشطر مني. انا سبحان اللي خلق الام بتقول انا ابني اشطر من كل الاولاد. وشو اولاد الناس يعني كاينين مش شاطرين؟ اول شيء تحيه لكل المربيات، انتم يعني لاولادكم من الصعب ان نحصل على جيل جيد. وما شاء الله عليكم. اليوم يعني جايين على قاعه وفيها هداة البال. يعني لسه موسم اعراس قبل شهر رمضان، وبعد شهر رمضان في زلة اعراس عندنا كثير اعراس. فتخيلوا المربي داخل هي ويسوي شلوين على قاعه العرس، تبقى لابسه فستان ما شاء الله عليها والانشراط شوفوا، وبتطلع على الساحة. وإذا واحد من المطربين عندنا زهير خليل بغني بتبلش المرة تخلع. أيوة تخلع وتفرجي. أيوة شوفوا وبتخلع المرة. وأنت بتزعل إذا جارتها لابسة فستان زيها بتبوز. مش قلت لك تاخدنيش على كاسترو، ما تاخدنيش على زارا. أو بتغير المرة تروح تزعل، المرة بتقعد الزلمة بتحمل الساحة بيطلع بصير يخلع. فمرته بتصير تقول له لك تعال خلوا ايش بدك مني ايش؟ قلت تعال كل ايش في اكل؟ تعمل له هيك. ايش هذا؟ دجاج. فبقول له اي نوع اي قسم من الدجاجة بتعمل له؟ خادم سحابين. انا باكل بخادم سحابين. ايش ثاني بتعمل له؟ ولك صدور الدجاج ناشفه. هاي حدا باكل صدور بيخلع. هو بيخلع. بتروح على البيت اذا شقحوا البطيخه والبطيخه طلعت قرعه بيضة، ايش يقولوا لها؟ بتعرفيش تشتري بطيخ، بتعرفيش الطبق بيض. وتقول الكل بيشتغل طبالي في أرب ايدل، حتى اولادها بقول بتعرفيش الطبق بيض، البطيخه قرعه. الاب بيروح بيشتري بطيخه بتطلع زفت مزفت. شو بقول؟ بتعرفوا ان التاجر غشاش؟ دائما الظهر مين؟ المرأة. واحنا اليوم
كان عندنا في المده الاخيره ايش؟ في المده الاخيره الارب ايدول، صحيح؟ لا حلو كان الارب ايدول، بس الواحد في المده الاخيره بطل يلحق على الاغاني اللي عم تيجي، كله اغاني هشك فشك، مضبوط؟ هشك فشك، بتجيك مثلا كأنه في نقص بالاخمشه بالعالم العربي. بتشوفوا هذا الفيديو كليب تبع اليسا ساعة ما تطلع على السلم قال على الساعة 4 وجه الصبح ولابسة قميص نوم وبتفتح القزاز. لهون قميص النوم. مين لهون؟ فلما قميص النوم او مثلا قال تبغى تغسل، قال هي من هي شو اسمها؟ ناسي ايش؟ ايوه هي بتعرفوها، تبغى تشتغل قال ايش غيرات تغسل غيراتها الداخلية. ما بتلحقش تطلعها ولا هي الاشكال. فهي بتطلع، هاي اليسا بتطلع على السلم بتمسح القزاز، بس تطلع على السلم انا بنام تحت التلفزيون. او بقول لاولادي فوتوا ناموا. بتتمنى ماذا؟ بتتمنى تشوف وجهي هيفا. ايش دائما؟ هي عن جد حلوه، الامانه حلوه لا؟ شو رايك؟ قال ايش؟ يعني بسيدة، ايش بسيدة؟ فيش على منها. فبالتالي تيجي هيدا اول ما بتيجي في الفيديو كليب بيجي كلوز على وجهها فرجي وجهها، بعدين كل الفيديو كليب انا ببرم من الناحيه الثانيه للتلفزيون، بلكي اشوف وجهها. او مثلا بيجي لك هذا اللي بيجي عبلات من جواد العلي، تعرفوا جواد العلي؟ هذا كيف يغني؟ هذا إذا بيجي لهون ياكل قتل نص موت. أو عبد الله بالخير. بتحبوه عبد الله بالخير. هذا لابس ساعة حمراء وساعة أحمر حشيشي. إيش؟ وسلاسل وعصاي وست سبع شباب حواليه كل واحد زي زقنوط اللبني برقصوا حواليه. وشو بيغني؟ انا حاولت افهم شو بيغني ولا وش بيغني؟ طشه بقلبي طشه وانا رايح اتمشى. قال طش يعني راح رحله جوله. منين الناس اللي تلحق على الموسيقى هاي والاغاني اللي هشك بشك؟ يعني بالعرب ايدل عدلوها شوي. وخصوصا مع علي الكوفيه لا؟ فعن جد منين الواحد بده يلحق على الاغاني الهشك بشك الموجوده اليوم بالسوق. حتى واحد من دول الخليج اتصل اليوم على ار تي ميوزك، على ار تي، قال السلام عليكم انا ودي اسمع اغنيه مقرمزه وخايفه. مقرمز يعني بعيد السامعين مش شيء ثاني. اما هي نفس الشيء. بعدين سكروا الخط، استبعدوا دول الخليج بس تزعل ما بتعرفش تفهم عليه ولا شيء. يعني اشطوها اسكر الخط بوجهي، سكروا الخط اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، خامس مره. بعدين اتصل واحد عقلان هيك من العالم العربي قال لي يا عمي هذا ما ودي يسمعوني مقرمزه وخايفه، هذا ودي يسمعوني جلست والخوف بعينيها. اوضاعنا شوي صعبه. يعني ولا مره شفتوا كيف الاولاد بيجوا احيانا نايمين في النايمين. ليش؟ لانه ملتهيين كل اللي من ساعه ما بروح الولد ولا حداش بيفضلوا على المسلسلات التركيه. ومين اللي بقولها؟ المربيات بالصوف. يلا حبيبي الله يرضى عليك يلا قوم، ما نمشي معلمتي بالبيت. ليش؟ لانه كل الليل التلفزيون على الاخر، ايش بيسمعوا؟ بيحضروا مسلسلات تركيه. لا؟ ايش اخر مسلسل اليوم؟ على مر الزمان؟ ايش ثاني؟ يحيى. شو صار مع يحيى؟ بتجوزها ولا بترجع له؟ قال يحيى انا بروح على البيت الجيران بيقولوا لي يا علي يحيى احلى من كل اسلام. انا بروح مرتي دموع على عرض وجهها، بروح بقول لها شو مالك؟ بتقول لي مهند. بقول لها مالك؟ بتقول لي مهند. صارت تحب مهند. انا شعراتي دائما اختار، طولت وصرت اقلبهن لورا. طلع فرصه لايك، سافر بحطوا له لايك. واحنا بالزمان واحد كان يسافر مثلا اهله اولاد عمه البيت يستناه عشان
شوفوا صوره اليوم بث مباشر بالفرشة بالحمام بالسكي، وما حداش بيعرف يعمل سكي مش بلل. تخيلوا عندنا واحد من البلد راح على تركيا تصور مع حمار، وشوف كتب تحت الصورة أنا من جهة اليسار. مين الحمار بالناس هنا؟ مين الحمار؟ مش بس تخيلوا لايك، حط لايك كمان. مثلا واحد كتب هناك بحاجة، هاي كلمة مربية تجيب الطفولة مبكرة. ايش كتبت هناك؟ بحاجة لقليل من الدفء والنور. جات لها فاتورتين، واحدة من شركة الكهرباء واحدة من الغاز. ما بيلحق الواحد يحط اسمه ولا الكل متعرف عليه. واحد تعرفت على واحد مشت وياها في عكا، ولا بتقول له ابوي دي بالك ابوي، قال لها اسف يقولوا لي ان انا اخوكي. واحد يقول لواحد وحياتك تقدر تحكي لي كلمتين انه هيك تخلي مشاعر في قلبي ترفع لي دقات قلبي، قال لها اخوك ماشي ورانا. لايك مش معقول. بعدين ايش؟ مثلا اذا واحد نجح نحط له لايك، تخيلوا واحد حاطه عين تدمع وكاتبه تحت العين تدمع البارحه توفيت خالتي، الكل شو حاطط لها لايك. الحمد لله ماتت خالتها. ايش اذا حطينا لها هيك ايش بيطلع؟ موت يقشها. يعني بظل التكنولوجيا احنا مش مدبرين حالنا مضبوط. صحيح؟ مش فيديو الان. حتى مثلا اليوم بتشوف مثلا الحمد لله هون فيش كثير. هذيك المره كنت بحكي صورت يمكن معي هون في التليفون 20 ايد هيك عامله. ايش؟ كل ايوه هي عم تصور. ايش هاي تاتش؟ تلفون تاتش؟ لا انا بنتي صغيره ما عرفتش تقول لي تلفون تاتش، قام تقول لي يابا بتعرف تقدر تشتري تلفون هذا بتحكمه؟ فليه بتشوف الكل بيصور بتلفون التاتش؟ في ناس تعرفوا المثل عندنا بالعرب، عند العرب شو بقول؟ استكبرها ولو كانت 10. فبتلاقي مثلا هي يعني مشتري قال بيجيب الايباد على العرض. ومن بيناموا على الارض وبيصور. عندنا مش عامل صريح يعملوا هون يجيبوا على القاعه هاي LCD 42 بيصور في LCD 42 ولا واحد جسمه مضبوط. معك تليفون؟ اعطتني ايش هذا؟ ايش هذا؟ مع هاي ديفينيشن كمان. هلا التلفزيون بيها. فبتشوف الواحد مثلا بالزمانات كان يمشي مضبوط، اليوم بتشوف الواحد شكل تليفون هون شو رزالين؟ كيف انت؟ ها؟ رزالين شايفه ولا مش شايفه؟ او واحد خاطب جديد بيجي في السياره، خاطب جديد هذا. تعرفوا دائما خاطب جديد بيروح عند عمه بيمسك شقفة اللحم عليك ممكن شوي وبيلحوس اصابعيه قلب الاخر، بعدين بصير يلغمط حاله يلغمط. فبيجي بالسياره ومشتري ايفون جديد. بيب بيب مرحبا معلوم جايب راس كليب بقبض 3000 شيكل وبيدفع SMS 3200. ايش نقول له؟ SMS اللي خلفك؟ ولا واحد جسمه مضبوط. يعني مثلا بالزمان اذا واحد كان بدي احكي مع خطيبتي بالتليفون شو كان يعمل؟ كان يستنى فكل اهل البيت يطلعوا يعمل جو رومانسي. لا صحيح؟ كذلك عملتها؟ مليون بالمية عملتها. أقل تضوي شمعة وتسكر الابواب والشبابيك، والواحد كان يجيب سلك تلفون يغطي حاله بالحاف وينزل سلك التلفون ويوديه من الصالون لغرفة النوم، وينزل السلك من تحت الحاف زي الانفوزة في المستشفى. وكيف يحكي وهو مغطي حاله بالحاف؟ الو شو مالش معاه؟ عن جد؟ لا بابا ما يشوفوا بابا
اللي بتشوف الواحد بوسط البلد، الو شو؟ كيف حالك؟ عن جد؟ ياي؟ وانا كمان كل عام وأنتن بألف ألف خير. الله يخليكم ويخلي الأطفال اللي أنتم بتديروا بالكم عليهم. وأنا راح أترك المنصة للفنانة القديرة والكبيرة أمل مرقص.